انهيار وجنون وليد الركراكي بعد مباراة الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، ويعلن عن مفاجأة ستهز المغاربة والشعب الجزائري. شاهد ماذا قال. وقبل أن نبدأ بالفيديو، إن كنت تتفق معي بأن الرئيس بن ملحي أفضل حارس في إفريقيا فيرجى الضغط على إعجاب الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد المباراة التاريخية التي قدمها شباب بلوزداد الجزائري أمام الأهلي المصري، شهدت المباراة تجاوز كبير من الحكم الكيني على شباب بلوزداد الجزائري، وكان له ضربة جزاء في بداية الشوط الثاني ولم يحتسبها الحكم الكيني، وكان لحارس شباب بلوزداد الفضل لأنه تصدى ل5 انفرادات مؤكدة كانت ستغير النتيجة لصالح الأهلي المصري. ولكن ما هز العالم هو ما قاله مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، حتى أدلى بتصريح وقال إن الجزائر تمتلك عملاق كبير في الحراسة، وإن تم استدعاء للمنتخب الجزائري في أفريقيا فسيكون اللقب من نصيب المنتخب الجزائري. وإن تم استدعاؤه فأتمنى ألا نواجه المنتخب الجزائري لأنهم سيفوزون علينا بسهولة، لأنهم يمتلكون مواهب عالمية وحارس عملاق يعد من أفضل حراس إفريقيا إن لم يكن الأفضل.